إخوان ديالنا شاهدوا هذا الفيديو. سيدي مصطفى القصير يدافع عن أمهات المغرب، جزاه الله كل خير. شاهدوا الفيديو. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فإن الله سبحانه وتعالى شدد في دينه على قضية الأعراض وتوعد عليها بالعذاب العظيم. وأعراض الناس مقدسة ولها حرمة عالية وعظيمة، وبالخصوص في ديننا هذا الدين الذي لا يستطيعه إلا من وفقه الله إليه، هذا الدين الذي عجزت كل الأديان والملل والنحل عن أن تأتي بما جاء به من المقاصد العظيمة والأهداف النبيلة التي تحفظ على الإنسان عقله، وتحفظ عليه دينه، وتحفظ عليه نفسه، وتحفظ عليه ماله، وتحفظ عليه عرضه. الدين الوحيد الذي نعتز بالانتماء إليه. قلت بأن أعراض المسلمين، بل أعراض الناس كلهم التي جاء هذا الدين لحمايتها، أصبحت اليوم كلأ مستباحا يرعاه كل من هب ودب. لا حمى لهذه الأعراض، ولا داب عن هذه الأعراض، ولا غيور على هذه الأعراض. في الحكومة الجديدة، حكومة الكوارث، حكومة الأميين إلا من رحم الله، إذا ارتجلوا الكلام تكلموا بالسفه ونطقوا بالزلات، وإذا قرأوا من الورقة فمصيبتهم أعظم وأطم. وظروفه وخصائصه في عيش إيمانه ومعتقدته بمرجعية القرآن الكريم والحديث النبوي الطاهر. في قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، وقوله كذلك: إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وذلك للتأكيد على مكانة العقل العالي على الدين الإسلامي في الدين الإسلامي. وتعظيم العقل في الإسلام يتجلى أيضا في إقرار حرية الفكر والرأي. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وعن تكريم الإسلام للإنسان، قوله تعالى في سورة الإسراء: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلا. حكومة جمعت قوما وجمعت أناسا إلا من رحم الله، وقليل ما هم. جمعت أناسا لا هم لهم إلا قهر المسلمين والتضييق على المسلمين والإجهاز على دين المسلمين، ولا تعرف إلا النهب والسرقة والاختلاس. وقل إن شئت حكومة الشره وحكومة القمع والقهر والتجويع. هذه الحكومة التي برز فيها شخص يظن أنه يحسن صنعا عندما يتكلم، فهو يتكلم بالضلالات والطامات والموبقات. كلما تلفظ بكارثة مسحها بأكبر منها، وكلما تلفظ بمصيبة جاء بأسوأ منها، وهكذا. لا تكاد تفرح بكلمة يقولها هذا المخلوق، وهو محمد وهبي. أسكوش الحييقة هذا محمد وهبي، أقول له كلمة. هذا محمد وهبي اللي منين بدأ وهو مهووس بالجنس، مهووس بالجنس. منين بدأ؟ وهو العلاقات الرضائية اللي بغى شي وحده ولا جوج وكذا شغلو هذاك. انا غادي نحط قانون يمنع التصوير. واش واحد غادي مع الخليله ديالو وانت غادي تصورو؟ انت شكون قالها؟ شكون عطاك الحق؟ زيد
على سيدي شي وحده مشات مع شي واحد وارتكبت الغلط وولدات وحملات منه، غادي نحط واحد قانون اللي غادي يبقى يعطيه النفقه ديال 20,000 ريال في الشهر. دابا العلاقات الرضائيه كذا، اللي بغى يمشي مع كذا، والعلاقات الرضائيه حنا ماشي شغلنا وما عندناش الحق نبقاو نتبعوهم، ارا سير قلب عليهم، ارا سير جيبهم، ارا كذا ارا كذا. سمعوا يدير يمشي مع وحده ولا يمشي مع جوج، هذاك شغلو، انا خصني نحميه ما يقرب له حد. الا ما جات المراه اشتكت لك وقالت لك الراجل اللي كيخون مع واحد اخر، اش بدك تمشي لعندي؟ اش بينك وبينهم؟ تخلق المشاكل. الا جا الله دار شي مصيبه داروها وما في راس المراه وما في راس الزوج ديالها ولا شي حاجه، صافي داكشي داز. لا حنا قلب عليه، صوروا، سير جيبوا، ما عندناش شغل حنا. ايوا جا في الاخر بغى يكملها ويجملها كي كيقولوا سادتنا المغاربه، الله يمتعنا بعلمهم وبركتهم. جا يكملها ويجملها، قال لك سيدي الا جينا نديروا لا دين المغاربه ولا الرجل المغربي ولا كما قال، انا غنسمعكم الفيديو ان شاء الله. كل واحد غادي يتم غادي يتابعينه 20 واحد. سمعوا الفيديو ونعلق. كلهم اتفقوا على ان لدين حقيقه علميه لا ياتيها الباطل لا من ولا من خلفها. ايوا مزيان نجي نديروا لنا سب لدين في المدرسه. دري انا انت لدين قلبوا على بوه يبقى المغربي غادي يتابعين 20 دري. انا ماني وانا ماني. اقول لا عزاء ولا كرامة ولا احترام لأولئك الذين ضحكوا وصفقوا لكلامه. أقول لهم لا غيرة لكم ولا حس لكم ولا خلق لكم ودينكم بين قوسين، لأن هذا الرجل طعن في أعراض المغاربة كلهم بما فيهم أنتم. وعندما نقول المغاربة فالمغاربة كل من يحمل هذه الجنسية ويعيش على هذه الأرض، وكل من يحمل الجنسية ولا يعيش في هذه الأرض لظروف، ولكنه يبقى مغربيا تلاحقه مسبة وعار هذه الكلمة التي خرجت من في هذا الأرعن الذي لا يدري ما يخرج من رأسه. أسمع السوهبي من أساء الأدب، ويا من طعن في شرف المغاربة قاطبة. اسمع مني كلمة كان من الواجب أن تسمعها ممن يضحكون لك ويصفقون لك. هذوك غرارين عيشة. اسمع مني هذه الكلمة: فالمغاربة ملكا وشعبا، فالمغاربة ملكا وشعبا أشرف منك وأعراضهم أطهر منك وأعراضهم أنقى منك وأنسابهم أشرف منك وأنسابهم أعلى منك، فكيف تتجرأ على أن تقول هذا الكلام؟ فوالله لو عوقبت بالجرائم الكلامية التي سلف أن ارتكبتها والخروقات القانونية التي سبق أن ارتكبتها، والله لو عوقبت ساعتها على واحدة منها ما تجرأت، بل ما بقيت في مقامك كوزير. وللأسف وزير، وللأسف والله أأسف على هذا المنصب يتولاه مخلوق
إذا ارتجل الكلام جاء بالمصائب والطوام، وإذا قرأ من الورقة فمصيبته أعظم. أما قراءة القرآن فلا تضحك ولا تبكي، فأنت لم تتجرأ إلا لما أمنت العقاب. وقديما قيل: من أمن العقوبة أساء الأدب، وأنت أمنت العقوبة مرارا وتكرارا، فهذا مما دفعك إلى أن تسيء الأدب مع كل المغاربة. كما شو الاخوان ديالنا كان معكم في هذا الفيديو سيدي مصطفى القصير، الله يحفظه لينا والله يخلينا تشوق راسنا، يدافع عن المسلمين، جزاه الله كل خير.